ازيكم يا غاليين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهارده بقى هعمل لكم اقوى واحلى وصفه للاندومي، طريقه سهله وبسيطه، وهخليكم تغيروا بقى فكرتكم عن الاندومي. وانا واثقه وثقه في الله ان شاء الله ان الوصفه دي باذن الله هتطلع ترند. فكره رهيبه يا بنات، وانا عارفه وواثقه ان كل بعد كده هيقلد الوصفه دي. بقى تشيروا الفيديو ده علشان كل اصحابكم يستفيدوا، اللي ما بيجيبوش الاندومي يجيبوها ويعملوها بالطريقه الخطيره دي. وهعمل لكم منها حاجه سحريه جدا من غير لحمه ولا فراخ، بنعملها للولاد كل يوم الصبح وبس بنجيبها من بره. هنعملها النهارده بطريقه سهله وبسيطه، ويلا بينا نخش على اول حاجه معانا. جبت حله كده على النار وحطيت فيها الميه، ونزلت كده بالنودلز بتاعتنا بالشكل ده. انا عايزه اقول لكم ان انا هوريكم في الفيديو كده ان انا كيس التوابل انا هستغنى عنه ومش هستخدمه. وهبتدي بقى هنا انزل كده بالنودلز بتاعتنا معانا. هبتدي ان انا اطفي عليها النار واجيبها بقى اطلعها كده في مصفى. بعد ما اصفيها كويس جدا من الميه اجيب بقى الكبه وابتدي ان انا احطها او افضيها بعد ما تصفى كويس في الكبه. فكره عايزه اقول لكم بجد رهيبه، هتعجبكم جدا. استنوا لاخر الفيديو وشوفوا معايا الفكره الخطيره بتاعتنا النهارده. الفيديو ده هتستفادوا منه جدا. هبتدي بقى اضربها كده كويس في الكبه بالشكل ده. لو ما عندكيش كبه ممكن تقدري بالهراسه بتاعه البطاطس تهرسيها، هي بتبقى طريه وسهله معاكي جدا. هبتدي ده شكلها معانا. هبتدي بقى اجيب كده بوله او اي طبق عندي وافضيها بالشكل ده. بصوا هتتحول معايا كده زي عجينه معانا بالطريقه دي. طبعا تقدري بقى تزودي الكميه لو انت حاطه عليها معلقتين كبار من الدقيق، وبعد كده هحط عليها معلقه صغيره من النشا. بعد كده هبتدي ان انا اضيف عليها بقى شويه توابل كده وبهارات. هحط عليها نص معلقه من الكاري، وكمان هحط نص معلقه صغيره من الكركم البودر. وهبتدي ان انا كمان احط عليها ملح وفلفل اسود. عليها كمان توابل فراخ. هبتدي طبعا ان انا اعجنها بقى كده مع بعض، وابتدي ان انا اقلبها كويس. حطيت عليها نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، وما تكتروش بيكنج باودر عشان تبقى هشه معايا. اعجنها بقى كويس جدا زي ما انتم شايفين بتتلم معايا بسرعه. هاجي بقى على الكونتر بتاعنا، هبتدي ان انا ادهنه كده من تحت شويه من الزيت ومن فوق علشان ابتدي افرد معايا كده، او ابتدي افردها بالنشابه بالشكل ده بكل سهوله. اتحولت معايا طبعا لعجينه سهله وبسيطه بالشكل اللي انتم شايفينه كده. هجيب بقى دلوقتي كده اي كوبايه عندي او اي كاس، هبتدي ان انا اعملها كده على شكل دواير، وتقدري برضو تقطعيها بالسكينه لو انت مش حابه شكل الدواير بالشكل ده. هقطعها كده او هشكلها بالشكل البسيط ده. بصوا سهله وبسيطه جدا زي ما انتم شايفين. لها بقى في الطبق بتتنقل معايا بكل سهوله. العجينه سهله وخفيفه وما بتلزقش ولا اي حاجه. برضو هنا هلم بقيه بقى العجينه بالشكل ده، وابتدي ان انا افردها، وابتدي ان انا اشكل بقيه العجينه بتاعتنا. بصوا انا كنت مستخدمه كاس كده صغير بالشكل ده، تقدري بقى تستخدمي كوبايه اي حاجه عندك. لو عندك قطعات اشكال هتبقى حلوه جدا وشكلتها بقى كلها بالشكل ده. وبصوا الكميه ما شاء الله، ده من كيس الاندومي الصغير عشان تبقوا عارفين انا جبت الكيس الصغير. هنا بقى ابتديت اجيب طاسه عندي واحط فيها زيت واسيبها على النار علشان يبتدي الزيت ان هو يسخن معانا. وهنا بقى هوريكم ان انا بصوا كيس التوابل انا يعني يعلم ربنا الحمد لله ويشهد ربنا ان انا ما استعملتوش الحمد لله. رميته علشان انا فعلا بخاف قوي من التوابل والزيت اللي بيبقى جوه الاندومي. رميته واستخدمت انا توابل وبهارات من اول ما الزيت سخن معانا. بصوا بقى منظرها وشكلها عامل ازاي. نزلتها كده بالشكل ده وابتديت بقى اقلبها. عايزه اقول لكم ما بتاخدش، لازم تبقي واقفه كده قدامها، ما تاخدش وقت خالص. يلا بقى يا بنات، لو وصلتوا حبايبي لحد هنا يا حلوين يا امارات، ما تنسوش اللايك والشير للفيديو. شايفاكي يا اللي ما بتدوسيش وتعملي لايك، اعملي لي لايك بقى. سامعين بقى القرمشه؟ بصوا انا سايباكم كده، بس عايزه اقول لكم القرمشه خطيره، فظيعه فظيعه فظيعه. فكره سهله وبسيطه وخطيره. بصوا سامعين القرمشه؟ حلوه جدا. احلى واسهل ناجتس هتعمليه بطريقه سهله وبسيطه من غير لحمه ولا فراخ. هنا بقى حطيت عليها كده توابل الجبنه، وكمان بقى حطيت عليها كده بابريكا، وتقدري تحطي عليها توابل بطاطس لو انت حابه اي توابل عندك. وجبت بقى الكاتشب وكانت خطيره. محدش فيهم هيصدق ان دي من كيس الاندومي. بجد طعمها خطير وكانها فعلا معموله بفراخ مفرومه. والله يا جماعه طعمها حلو قوي قوي. جربوها ان شاء الله هتعجبكم، انا واثقه باذن الله. حلوه قوي وطعمها تحفه. بالف هنا وشفا. كنت معاكم مي امين، واستنوني في وصفات تانية جايه كتير.